شروط مزاولة مهنة سائق حافلة في إسبانيا. أول حاجة اللي كيطلبوا، اللي جاتني أنا شوية غريبة، السن تكون على الأقل الشخص عنده 24 سنة، عنده فوق 24 سنة وطلع للفوق، يكون عنده البيرمي دي. ما عرفتش الإخوان أن بيرمي دي ربما هو اللي خاص ما عرفتش أنا دابا هاد المعلومات ديال هنا، أنا في المغرب ما عارف صراحة، حيت ملي كيكون عندك البيرمي ديال المغرب وكتجي لهنايا كتدفع باش كيبدلوه لك، حيت كاين اتفاقيه ما بين اسبانيا والمغرب. الجاليه المغربيه ملي كتوصل لهنايا كتبدل البيرمي، وحتى الصباليون كنظن كيوصلوا للمغرب كيديروا نفس الشيء. البيرمي سميتو اسيدي الدي. يكون عندك بيرمو بي. البيرمي بي هو اللي البيرمي بي خص يكون ساري المفعول ويكون على الاقل 5 سنين فيه، والسن ديالك كيكون ما وصلش 65 سنه. المهم هذا السيد هذا راه ما وصلش حتى تنظن 50 عام ما وصلهاش. وهاد حوايج اخرين بالاضافه لهذا الشيء اللي ضروري خص يكون عندك البيرمي دي، والبي يكون فيه على الاقل 5 سنين. خصك اسيدي خصك كدوز الامتحان خاص بالحافلات، واخا عندك البيرمي ديال دي ادوز الامتحان. المهم هادشي، هذه هي القوانين ديالهم. واخا عندك تمشي مثلا عندك بيرمي كدوز امتحان، مشى عاد تلحق كتلحق كيقول الا كانت عندك تجربه مثلا ما عرفتش 20 عام ولا شحال، كتمشي عنده كتمشي تدوز البيرمي. هذه كنظن يجي مغربي، الا كان مغربي لهنا هاد المراحل ضروري يدوز منهم، بغيتي ولا كرهتي هاد المراحل دوز بهم. كدوز الامتحان ديال البيرمي ديال دي فيها سيدي تطبيقي يعني كيعطيوك الطوبيس ولا يعطيوك الكار وهادشي تسوق وكيشوفوا فيك، كتشوف كيشوف فيك يقول لك شنو غدير وشنو غدير، تزيد من هنا دور من هنا هادي من هنا، بحال كدوز بيرمي نيشان. هذا الامتحان التطبيقي. وكاين امتحان سيدي من بعد الامتحان لا، وكاين من بعد الامتحان كاين سيدي تجارب طبيه. كدوز كتمشي للطبيب كيديروا لي زاناليز وداك الشيء باش ما يكونش فيك امراض. شوف هما اش من امراض كيقلبوا عليها، شنو الامراض المعديه، ضروري يكون الامراض معديه ولا يكون فيك شي مرض اللي ما كيخليكش انك تزاول هذه المهنه، حيت الشيفور ديال الكارو ديال الطويس ماشي سهله. تجارب طبيه وتجارب نفسيه، هاد القضيه اللي شويه ما باش هنا كاين القوانين صعيبه بزاف ومشكل القوانين كطبق. تجارب نفسيه تثبت انك لست مريضا نفسيا، يعني غادي تمشي عند الدكتور نفساني اللي هما كيتعاملوا معاه، دكتور نفساني اللي هما كيتعاملوا معاه باش تمشي دوز تيست. المهم لا فيزيت بحال اللي راك نتايا مشيتي عند الدكتور نفساني باش يثبت بان انت ما فيك حتى مرض نفساني وصالح انك تخدم شيفور، تخدم الشيفور ديال كار وديال طويس. وزيد عليها حسن السيره. واو، حسن السيره هذه اللي كاين صراحه شي معلومات اللي كتفاجئ. حسن السيره سيدي خص تكون، ما عرفتش انا، ربما حتى في المغرب كاين، والله ما عرفت، والله ما عرفت صراحه. هذه هذا الشرط هذا اللي غريب شويه. الاجر، نهضروا على الاجر الاخوان شحال كيشد. المهم هذه هي هذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين. البيرمي دي والبيرمي بي خص يكون عندك ساري مفعول، يكون عندك على الاقل 5 سنين ودوز الامتحان باش تشد. وعاد داك الشيء ديال حسن السيره والتجارب نفسيه والتجارب طبيه، هذا الشيء اللي ضروري غادي دوزو. دابا سيدي غنهضروا على الاجر. الاجر بالنسبه لسائق حافله شحال كيشدوها سيدي؟ 24,000 اورو في العام. كتقل كتفرقها على كل شهر كتجيك 2000 اورو. هذا المعدل راك تقدر توصل حتى ل 30,000 اورو، تقدر توصل حتى 30,000 اورو، وتقدر ما توصلش 24,000 اورو الا كنتي مثلا جديد ما يعطيوكش هذا الاجر هذا. الساعه سيدي 12 اورو و31 سنتيم الساعه كتخلصوا. واللي بداو، انا نهضر لكم على الجداد اللي بحرا كيبداو كيتخلصوا 19,812، 20,000 تقريبا، 20,000 اورو في العام. واللي عندهم تجربه، اللي قلت لكم اللي عندهم تجربه يتقاضون حتى 33,000 اورو في السنه، حتى 33,000 اورو في السنه. شركه الزا هذه اللي بغيت، المهم ما كانش حاقه لي نذكر هذه السميه،
ندير الاشهار جاو. المهم هاد الشركه هذه اللي كاينه في المغرب، بزاف ديال المدن، مدن كثيره مغربيه كاين هاد الشركه هذه. السائق يتقاضى على الاقل 1300 اورو ملي كيبدا، وحتى 3000 اورو. 3000 اورو الا كانت عندك تجربه في هذا المجال ديال سائق حافله. الا كانت كل ما كانت عندك تجربه، ديما كنقول انا في الفيديوهات ديالي، كل ما كانت عندك تجربه وعندك الحرفه بطبيعه الحال الصالير عندك كيكون طالع. وملي كتكون يلاه مبتدئ وباقي ما عندكش تجربه بطبيعه الحال تيكون اختلاف كبير. شوفوا من 1300 حتى ل 3000 اورو، يعني تقريبا 3 المرات كيتدور الصالير ما بين الشخص اللي عنده تجربه واللي ما عندوش تجربه. هذه هي المعلومات الاخوه الكامله ديال. كنتمنى الاخ من هنا كنوجد لك التحيه وشكرا على التعليق. مازال ما جاوبتوش، جاوبته ولكن طرح عليا سؤال اخر وما الوقت ما لقيتش الوقت وما جاوبتوش. اسمح لي الاخ، هذا هو الفيديو ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا استافدوا. الناس اللي المغاربه اللي عايشين هنايا وكانوا عندهم تجربه، سير قلب على خدمه. راه كاين حتى المهاجرين كيخدموا شيفورات ديال الطاكسيات وحتى الشيفورات ديال الطوبيسات. واللي في المغرب وناوي يجي للمغرب، الا كان عندك البيرمي راه تجي القضيه عندك تسهل. تكون عندك شويه ديال اللغه، ضروري اللغه خص تكون عندك، كتهضر بالصبليوني. راه ما تجيش ويقول لك هاك الطوبيس ولا هاك انت ما كتعرف يلا كتعرف بوينوس ديال يا ديوس. ضروري اللغه كتسهل الاخوان، ديما كنقولها. التجربه، الحرفه والتجربه واللغه راه ضروريه. واضح الاخوان. شكرا لكم، تهلاو في راسكم، الله يعاونكم حتى الفيديو.